سيدي الاكل عم ينسرق. مساعد الاطعام عينك عينك بيسرقنا، وقد كبس عليه اكثر من ضابط بيطلع منها مثل الشعره من العجين. كيف؟ سيدي يوم اللحمه والفراريج بنحط القصع على الوزن، ودائما بيطلع الوزن صحيح مثل مسجل على الفواتير، بس وقت بيوصلنا بيكون ناقص 3/4. طيب ما حدا من الضباط راقب عملية التوزيع؟ اغلبهم سيدي، وواحد من الضباط ضل متابعه بالمطبخ من وقت الاستلام لوقت الطبخ لوقت التوزيع، وطلعت الكميه ناقصه سيدي. أوف. شو حزورة هاي؟ والله يا سيدي مثل ما عملنا. امتى غداكم لحمة او فراريج؟ بكره سيدي. بنشوف. نزلوها. مين مساعد الاطعام هون؟ أنا سيدي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كأنه الأكل واصل بكير اليوم، ما هيك؟ مثل العادة يا سيدي، بس بدنا وقت لنستلم ونوزن ونتأكد من الوزن تمام. وتأكدت؟ طبعا سيدي. طيب بدي ارجع عزبك مرة تانية ونزين سوا ونتأكد، لأنه الأكل عم يطلع ناقص، بجوز يكون العطل من الميزان. لا يا سيدي، معلومك الفراريج بتدوب على الطبخ وما راح يطلع نفس الوزن. شو خسرانين؟ منجرب. ولا يهمك سيدي، جاهزين. اتفضل، هي الفواتير وفيها كل التفاصيل. تفضل شباب، حطوا الأكل على الميزان. يا سيدي، أول شي وزن القصعة 7 كيلو ونص فاضية. بعد ما نزين كل شي من ناقص وزن القصعة بيطلع معنا قديش في فراريج. الوزن مزبوط. سيدي نحن بنتأكد أكثر من مرة، لأن إذا صار ما صار نحن اللي بناكلها. أنت وياه شيلوا لي هالقصعة وفضوا لي كل شيء فيها على الأرض. شو على الأرض يا سيدي؟ الله يخليك، كله منظف وجاهز، والأرض مليانة وسخ، ما بدنا يصير تسمم مع حدا. الله يخليك. هذا مو شغلك، يلا نشوف. يا سيدي ولا حرف. شو هذا يا حضرة المساعد؟ علمي علمك يا سيدي، أنا الله وكيلك متفاجئ أكثر منك من هالمنظر. قلت لي متفاجئ؟ لك يا ريت بتشغلوا مخكم بأمور تانية قد ما بتشغلوها بهالقصص الوسخة. هذا أكل رفقاتك يا كلب. بشو أحلف لك يا سيدي إني هي أول مرة بصير معنا هيك. لك حتى وأنتم مكشوفين بتكونوا عم تكذبوا. حرك! حرك قدامي!